من جامعة ستانفورد وتحديداً سنة 1960 بدأ عالم النفس الشهير والتر ميشيل بعمل تجربة أو اختبار سماه The Marshmallow Test أو اختبار المارشميلو. الاختبار أو التجربة دي عبارة عن إيه؟ بيجيب مجموعة من الأطفال من عمر 4 ل5 سنين وبيقعد كل طفل في غرفة منفصلة وفاضية تماماً ما فيهاش غير الكرسي اللي الطفل بيكون قاعد عليه وترابيزة عليها طبق وفيه واحدة مارشميلو في الطبق ده، وبيقولوا للطفل إن هو يقدر ياكلها دلوقتي إذا حابب، ولكن إذا انتظرت مدة من الوقت واللي هي بتكون 15 دقيقة فهو هيحصل على واحدة مارشميلو تانية، ولكن إذا هو كلها دلوقتي فهو مش هياخد واحدة تانية. الهدف من التجربة كان اختبار قدرة الطفل على تأجيل الإشباع والتحكم في النفس، ولقوا إن في أطفال قدرت تنتظر وأطفال تانية أكلت المارشميلو من قبل حتى ما الشخص اللي بيكلمهم يمشي من جنبهم. أما الأطفال اللي انتظرت فالكاتب بيقول إن كل طفل كان له طريقته اللي استخدمها علشان يقدر ينتظر، فمنهم اللي كان بيحاول يلهي نفسه عن التفكير في المارشميلو اللي قدامه عن طريق إن هو يبص لمكان تاني، يتكلم مع نفسه بصوت عالي علشان يساعد نفسه إن هو يستنى، يتخيل نفسه في مكان تاني بعيد، ومنهم اللي كان بيحاول يغمض عيونه أو يبص لحاجات تانية غير الطبق اللي قدامه. التجربة ما وقفتش لحد هنا، هم تتبعوا الأطفال دي لما كبروا على مراحل مختلفة في حياتهم، ولقوا إن الأطفال اللي قدروا يقاوموا الإغراء واستنوا المارشميلو التانية في مراحل حياتهم وأعمارهم المتقدمة فهم أظهروا درجات أعلى من النجاح في جوانب مختلفة زي التحصيل الدراسي والأداء المهني وحتى الاستقرار العاطفي، بعكس الأطفال اللي ما قدروش ينتظروا فهم أظهروا أداء أقل في مختلف المجالات. الكاتب كان عايز يبين من خلال التجربة دي أثر التحكم في النفس على النجاح الشخصي في الحياة وإزاي نقدر نعزز المهارة دي. طيب الكاتب بيقول إن في عوامل كتيرة بتأثر أو أثرت بالفعل على قدرة الطفل على الانتظار وتأجيل الإشباع، أهمها الظروف البيئية، فإذا كان الطفل اللي هم أجروا عليه الاختبار جاي من بيئة غير مستقرة أو وضع اقتصادي أقل فهيكون من الصعب عليه الانتظار وتأجيل الإشباع، لأنه بالنسبة له المارشميلو اللي قدامه دي هي فرصة ولازم يستغلها دلوقتي، أما الوعود بالنسبة لهم فهي بتمثل مستقبل بعيد، بخلاف الأطفال اللي كانوا جايين من وضع اقتصادي كويس أو مستقر. ففكرة بالنسبة لهم الانتظار ما كانتش مقلقة، لأنه في كل الأحوال حتى لو ما أخدوش المارشميلو الأولى أو التانية فهم يقدروا يطلبوا من أهلهم اللي هم عايزينه. بيقول الكاتب كمان في عوامل نفسية وشخصية بتأثر، فبيقول إن الإرادة أو قوة الشخصية ليهم دور أساسي، فبعض الأطفال بيكون عندهم قدرة طبيعية على مقاومة الإغراءات على عكس أشخاص أو أطفال تانيين بيعانوا صعوبة في النقطة دي. الكاتب كمان بيقول نقطة مهمة، إن في مسافة مجهولة كده ما بين المعرفة وتطبيق المعرفة، والكاتب بيقول إن هي مش بالسهولة اللي إحنا بنتصورها. فمثلا طفل من الأطفال اللي أجرى عليهم الدراسة قالوا له لو معاك دلوقتي قطعة شوكولات صغيرة ولا واحدة كبيرة كمان شوية تفتكر الولد الذكي هيختار إن هو يعمل إيه؟ فالطفل قال الولد الذكي هيستنى. فقالوا له طيب وإنت هتعمل إيه؟ فقال لهم بكل بساطة هاكلها دلوقتي. علشان كده المسافة أو المنطقة اللي ما بين العلم والعمل بالعلم اللي احنا بنبقى عارفينه فهي منطقة مجهولة ومش هينة. طيب احنا ليه بنقول التجربة دي؟ أقولك لأن احنا لو بصينا حوالينا هنلاقي المارشميلو بتاعنا في كل مكان، تليفوننا واللي بيحتويه من وسائل التواصل الاجتماعي، التلفزيون، الخروجات، كل دي بالنسبة لنا المارشميلو بتاعنا اللي للأسف بنلاقي صعوبة شديدة في مقاومتها، ويبقى مقياس نجاحنا عموما هو مقدار مقاومتنا للمارشميلو بتاعنا بصوره المختلفة. طيب النقطة المهمة اللي الكاتب بيحاول يأكد عليها هي أن الدراسات بينت أن مهارة ضبط النفس أو قوة الإرادة هي مهارة يمكن تعلمها بسهولة ومش بس للأطفال ولكن للكبار كمان. طيب إزاي أعزز قوة الإرادة عندي؟ أول حاجة إعادة التقييم العقلي. يعني إيه؟ يعني تغير تفكيرك في الإغراء اللي أنت شايفه، بدل ما تركز على الرغبة الحالية فكر وتصور النتيجة المستقبلية بشكل واضح. التخيل البصري، يعني الشخص يحاول يتخيل نفسه وهو بيحصل على مكافأة أكبر وأحسن من المكافأة الحالية لو قدر يقاوم الإغراء اللي قدامه. تغيير البيئة المحيطة، إزالة المغريات هي تعتبر واحدة من أبسط الحلول لتقليل الإغراءات الفورية، يعني حاول تحط الحاجات اللي بتشتت انتباهك بعيدة عنك وحط نفسك في بيئة داعمة لتركيزك. آخر نقطة معانا التدريب الذاتي على الصبر، ودي مهارة يمكن تحسينها وكمان تعلمها للأطفال الصغيرين وبتعلمهم قيمة الانتظار والالتزام بالهدف. وبس كده، أعاننا الله وإياكم.